لا لحظه واحده نفهم ايه اللي بيحصل في رمضان ده. يعني انا دلوقتي لو عايز اجيب لحد هديه بوكس رمضان اقل حاجه 2000 ونص عشان يبقى اسمي جبت بوكس رمضان. وبعدين مش هنشيل البوكس بجلابيه البيت، يعني لازم هنروح نجيب قفطان او رمضان ابايه ب 3000 ونص ل 4000 جنيه، ولوكال مش مستورده، المحليه ب 700 عادي. وبعدين مش هنخش بايدينا فاضيه، ما بقيه العيله هتاكل ايه؟ ما البوكس ليها هي بس. اقل طبق حلويات بيتكلم في 600 وفي حاجات بتوصل ل 800. اقدم لك المهبوله المديونه، ما اكيد انا اتهبلت عشان ادفع 800 جنيه في طبق حلويات واتدينت بمرتب السنه كله من الشركه عشان اجيب الحاجات دي اصلا. ولو اتهفيت في نافوخك وحبيت تعزمهم بره البيت، بادجت اقل نفر هياكل 1000 جنيه. يعني لو عيله صغيره مكونه من 10 اشخاص هتدفعوا مرتبي السنوي كله اول ما اتخرجت 10000 جنيه، مرتبي مكتوب على توتة فرخه هناك. وبعدين مش هينفع نروحهم كده، يعني هنفطرهم ونسيبهم في الشارع؟ لا، لازم نسحرهم. نروح بقى نقضي رمضان نايتس. تخش الخيمه الرمضانيه من هنا تلاقي بقى شيشه وسجاير ومغني ورقاصه بيحتفلوا بالرمضان نايتس. ده طول رمضان ابن خالتك، ده مش رمضان بتاع التراويح والقران، لا ده في حاجه غلط. بعدين تيجي تبص في الفاتوره بعد ما اتسحرته، فول غطسان ب 200 جنيه. الفول لو عارف ان هو ب 200 جنيه هيتخلى عن الجنسيه المصريه. فيزا شنجن وقتي، بونجور مسيو جومابيل فول. حاجات غريبه. فين رمضان يا حياتي؟ فين طبق الحلويات اللي ب 50 جنيه كان بيقعد معانا اول اسبوع في رمضان؟ بنتحايل على بعض ان نخلص اخر حته عشان نجيب واحد تاني. ما تلحقش الفجر يروح جاي، تفضل مستني عشان تفطر تصلي التراويح تعيد اليوم تاني. ماله بقى؟ كان ماله؟ ما كان جميل وكان ممتع وما فيش حاجه. انتوا بتعملوا إيه؟ انتوا بتلعبوا في الاعدادات ليه؟ بس غريبه. اما اروح اشوف فيه ايه. كان معاكم زيزو، سلام.